السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل ان شاء الله تورتايه حلوه جدا. اول حاجه هنا بظبط المنشار على مقاس 9 علشان هقطعها 4 طبقات. خبزت ربع كيلو من الاسبونج، حطيته في صينيه مقاس 18. طلعت معايا العلو دوت ما شاء الله اللهم بارك، 4 طبقات على مقاس 9. الربع كيلو طلع معايا بالشكل دوت. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. وبعدين هنا قطعتهم زي ما انتم شايفين، علشان عايزه اطلع تورتايه طبقتين ابيض وطبقتين بني. كانت مطلوبة تورتايه للبنوتة علشان خاطر هتعمل بيها سيشن. كمان هوريكم ازاي دربت اللون معايا، طلع معايا لون كشمير حلو جدا. التورتايه صراحة طلعت حلوة في الاخر قوي. زي ما انتوا شايفين كده قطعتها 4 طبقات، وشلت الطبقة اللي هي بتبقى ملزقة على الوش. وهقطع كمان الطبقة اللي هقطع برضو التورتاية او السبونشية البني بنفس الطريقة. دلوقتي انا بقيت الاسعار اللي يعني الاسعار احنا مش عارفين نظبطها خالص. مش عارفين نغلي ولا نعمل ايه. الناس كلها يعني متفاجئة. الكريمة بقت ب320 جنيه. طبعا انا قلت لكم ان انا هنزل لكم بكريمة حلوة قوي ورخيصة وسعرها حلو وكمان ناعمة. طيب ماشي، احنا دلوقتي انا مثلا عرفت نوع الكريمة دوت. وطبعا انا بدخله في حاجات تانية كتيرة، يعني انا بحط لها حاجات تانية عشان تبقى غنية معايا كده وطعمها حلو. طيب دلوقتي الريش المتحدة بقت ب320 جنيه، ووصلت اماكن ب360 جنيه. طبعا غير السبونش الجاهز، غير الدقيق العادي. الدقيق العادي برضو وصل ل22 جنيه، في اماكن تانية وصل 26 جنيه. فالموضوع بقى مرهق قوي 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 قوي. وكمان بالنسبة للأسعار الناس مش مستوعبة. غير السكر اللي وصل 55 و60 جنيه. الناس مش مستوعبة ان الحاجة بتغلى، كلها بتغلى علينا. يعني الموضوع مش ان احنا اللي بنغلي بمزاجنا. بصراحة احنا مش عارفين. يعني انا عندي شوية الخامات دولت عندي من قبل الاسعار ما تزيد. فطلعت التورتايه دي بكام؟ طلعتها ب200 جنيه. فواحدة بتسألني عجبتها وكده، فبتسألني فبتقولي حلوة وعايزة اعمل واحدة زيها والكلام ده كله. قلت لها طيب تمام مفيش مشكلة. فاتفقت معاها فبقول لها ب200 جنيه، فبتقولي 200 جنيه ليه؟ هي صغيرة. انتي مش حضرتك بتقولي المقاس 20؟ قلت لها اه المقاس 20. فبعدين قالت لي طب ازاي ب200 جنيه؟ طب انا مش فاهمه برضو. يعني هو في ناس بتبقى مسترخصه وناس بتبقى مستغليه وناس مش عارفه. مش عارفين نرضي اي ذوق. المهم هنا طبعا انا حطيت معلقه الجناش على على الكريمه البيضاء علشان خاطر تبقى معايا طعمها حلو وغني وتقلب معايا بالشوكليت. وهنا حطيت الطبقه اللي هي التالتة ديت الفانيليا، وهحط لها حشوة الفراولة، وهحط الطبقة الأخرانية. المهم نرجع لكلامنا اللي احنا قلناه. فقولولي كده انتوا يعني عاملين ايه في موضوع الأسعار؟ انا بفكر بصراحة ان انا اخلص الخامات اللي عندي واوقف شغل بجد والله، لان فعلا فعلا الموضوع احنا مرهق قوي زيادة عن اللزوم. وكمان يعني الناس مش مقدرة التعب ده كله. فربنا المستعان ويعديها على خير ان شاء الله. وقولولي كده السعر انتوا بتطلعوها بايه؟ مقاس 20 يعني هي اللي بتبقى 18 بعد التقفيل والتغليف الكريمه والكلام ده كله، لانها بتاخد شغل الفراشات دوت. بياخد كريمه كتير جدا علشان تطلعي الفينش حلو. ف يعني بيبقى مرهق قوي وكمان مكلف. فقولولي انتوا بتطلعوا الاسعار عندكم ازاي؟ عاملين ايه؟ طبعا هنا اغلب كل اللي بيتابعني شغالين اونلاين او شغالين في التورت، في المجال التورت. فيا ريت تقولوا لي الاسعار، لان بجد انا مش عارفه اظبط الدنيا خالص 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 بالنسبه للاسعار. والحمد لله يعني الجوده زي ما انتم شايفين الحاجه الحمد لله بتتكلم عن نفسها. اقسم بالله انا بجيب الحاجه وبخدمها، انا ولادي بياكلوا منها. يعني مش حاجات رديئه ولا محسنات ولا الكلام ده كله اللي هي بيتحط على الكريمات والحاجات ديت. لا الواحد بيراعي ربنا، لان هو فعلا بيحب الموضوع دوت قبل طبعا ما هو يبقى مكسب او فلوس. وحاجة تانية بقى حابة اسألكوا عليها، لو انتوا وصلتوا معايا لغاية دلوقتي كده الفيديو، قولولي ايه رأيكم دلوقتي في يعني في الحتة ديت الزاوية ديت في التصوير احلى ولا الزاوية الاولانية؟
يعني يا ريت تقولوا لي، الموضوع هيفرق معايا قوي، علشان خاطر انا طبعا بحاول على قدر الامكان ان انا اظبط لكم التصوير، علشان خاطر تبقى عينيكم مرتاحه وتبقوا مرتاحين وانتوا بتتفرجوا. فيا ريت بالله عليكم ما تبخلوش عليا بان انتوا تقولوا لي ايه رايكم في زاويه التصوير كده، ولا اليمه التانية افضل. هو كده بصراحة مريحاني، لان الرينج لايت في الجنب مش ملطشة كده للعيال. فقولوا لي كده ايه الاخبار. هنا بقى لو عملت الحتت الفراغات بالسباتولا عشان خاطر ان انا اخليها تبقى ملساء، عشان هعملها تجزيع شكلها حلو قوي في الاخر. إيه، بفضل ابل في السكرابر السيليستين دوت بميه بتبقى سخنه، علشان خاطر يبقى معايا ناعم بالشكل دوت، الكريمه تبقى ناعمه يعني. وهنا وجبت هنا بقى السكرابر اللي هو معمول دوت، وهعمله بالشكل دوت علشان خاطر تبقى عندي متحزمه بالشكل ده. طبعا اهم حاجه البورد يتمسح، هو هنا ممسوح بس هنا مش عارفه هو فيه علامات كده بيضه. هنا بقى معايا الكريمه، هتشوفوا في النهايه الشكل بتاعها او الدرجه بتاعتها الصح. بصوا هنا اول ما حطيت اللون وحطيتها في الكيس الحلواني بدات تجمد كده معايا، مش عارفه ليه، مع اني كنت مخففاها والله علشان خاطر ان انا اعرف اجلس وتبقى معايا ناعمه وحلوه، بس اتحطت في الكيس كده مع اللون بقيت شاده بالشكل دوت، حلوه قوي بصراحه. اللون ده طلع كشمير، انا كنت قصدا ان انا اطلعه موف، بس انا حطيت ازرق على احمر، طلع معايا بني، فزودت احمر طلع معايا اللون الكشمير ده، بس اللون الحقيقي منها تحفة. الكشمير في الحقيقي يعني هو الحقيقة احلى، التصوير مش مبين جمال اللون، اللون حلو قوي بجد، اللون الكشمير دوت انا يعني لو كنت فضلت ان انا عشان اطلعه كنتش هطلعه بالشكل ده. انا حابه ان انا اعملها بالجنب دوت. وهجيب بقى السكرابر اللي هو المشرشر الرفيع ده، هعمل عليه مرتين عشان انا عايزاها تبقى متجزعه، الشكل يبقى مختلف عن التانية. جبت هنا بقى اداة علشان خاطر ان انا احط اللي هو السبرينكل الصغنون خالص دوت بالشكل دوت، لقيت الدنيا نطورت والمطبخ اتبهدل كله سبرينكل فما لقيتهاش حاجه حلوه. فقمت جبت معلقه صغنونه كده، قلت ان انا اوزع بيها لان انا عايزه اعمل بس على الطرف اللي هو من فوق والطرف من الجنب زي ما انتم شايفين السبرينكل بالشكل ده. كانت مديه كانها وردات صغننه قوي اللي هي البيبي فلاور. تحفه. وزعت هنا بقى على الجناب بالشكل دوت، علشان خاطر هعمل الجنب ده كده، وهحط الجنب اللي هو الكشمير هحط لولي. عشان هي كانت لبنوته وحابه ان هي تتصور بيها سيشن وكده. فانا كنت بصراحه عايزاها يعني بيرفكت قوي. بس بصراحة يعني أنا اتصدمت لما هو اللون طلع معايا كده، لأن أنا كنت جايبة التوبر لونه موف الفراشات اللي هتشوفوها معايا. وهنا طلع معايا اللون كشمير، يعني هي لولا ان هي عجبتها كان زمانها قالت لي لا شكرا كلي هانتي. بس الحمد لله هي عجبتها جدا، قالت لي اهم حاجه ان هي طعمها حلو وكمان شكلها مش وحش، بس هو يعني الفراشات كانت عايزه تبقى ماشيه مع الديكور اللي في الجنب ده. فقولوا لي رأيكم فيها ايه كده، وقولوا لي انتوا بتطلعوا الاسعار ايه، لاني زي ما قلت لكم بجد هو طبعا من الاماكن بتختلف، يعني انا لو انا من طنطا فالاماكن عندنا بتختلف، فمش عارفه بصراحه، مع ان والله المحلات غلت والحاجات البيتي المفروض ان هي بتبقى اغلى، بس عندي انا بتيجي تقول لك ايه، انتي غليتي كده ليه، انتي اسعارك بقت غاليه قوي. شايفين بقى الشكل النهائي، شايفين المنظر تحفه. كنت نفسي اصورها لكم في النهار بس الحمد لله النور ما كانش قطع. ولحقت ان انا اصورها لكم هنا في مكانها زي ما انتم شايفين شكلها تحفة قوي. اتمنى تعجبكم، ولو ما كنتيش مشتركة في القناة يا ريت تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بنزلها وتكوني اول واحدة شايفاها. واتمنى تعجبكم، وما تنسوش تسيبولي دعوة حلوة.